السلام عليكم. النهاردة هعمل حلو جميل، والله طلعت أجمل من المحلات، والله بدون حلفان طلعت أجمل من المحلات وأجمل من أغلى سعر في المحلات. آه أنا هستعمل النهاردة، ممكن تستعملي زبدة مع سمنة، وممكن تستعملي زبدة مسيحة، وممكن تستعملي زبدة مع شوية زيت ذرة صغيرين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا معايا كمية سكر قدها كوباية مية، حطيتها على البوتاجاز تغلي لمدة حوالي دقيقتين دقيقتين ونص، وبعدين رحت جاية ضايفة عليها الليمون، عصير الليمون، وتسيبيها برضو حوالي دقيقتين، يعني كلها كده من بداية الغلية حوالي 4 دقايق، ما تزوديش عن كده. ولو عندك حبة فانيليا بقى تحطيهم عليها، وتسيبيها في جنب. تعالوا بقى نشوف. انا معايا 300 جرام كنافه مطلعاها من الفريزر وهي لسه متلجه كده، رحت مفتفتاها وحطيت عليها نص كوبايه سكر حبيب ابيض. السكر الحبيب الابيض ده يا جماعه والله جميل جدا جدا، اجمل في العمايل من السكر البودره، جربوه مش هتندموا. ورحت جايه فردها، على فكره الصاج 30 في 40 للكمية دي. الكمية دي عشان تشتريها من بره تعدي 500 600 جنيه. أنا مسيحة زبدة مع سمنة خفيفة، ورحت جاية حط على كمية الكنافة حوالي 180 جرام. الكبشة دي صغيرة، فأنا حطيت حوالي 180 جرام عليها، وبعد ما فردتها بالشكل ده، ورحت جاية عندي الجلاش سواء متكسر سواء سليم، ورحت جاية ماسكاه، شو هو متكسر عندي، او في متكسر وفي سليم. فالوصفة دي بتلم معاكي كله. رحت جاية مكشكشاه زي ما انتوا شايفين كده، ونرصه فوق الكنافة بالطريقة الجميلة دي. ما تحاوليش انك انت تكبسيه، حاولي ان تكون الكشكشه بتاعتك خفيفه، ورصه الجلاش تكون خفيفه برضو، ما تكونش مكبوسه قوي، علشان تكون كده واخده راحتها في التسويه وفي مش عايزينها متكوكه يعني، لان تحت منها الكنافه. فبالشكل ده انا كملت الصينيه رص. الكشكشه يا جماعه سواء هو مكسر او مش مكسر ما بتبانش معاكم. بعد ما خلصناها كده رحت جاية برضو بحوالي 150 جرام او 180 جرام برضو من الزبدة اللي انا مسيحاها، ورحت رشها فوق منها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مش محتاجة ولا فرشة ولا حاجة. كملتها خلاص، وكنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هندخلها عليها بعد ما نسقيها بالزبدة بتاعتنا، وزي ما قلت لك انت ممكن تستعملي زبدة وسمنة، ممكن تستعملي زبدة وزيت ابيض. الزيت الابيض يا جماعة في الجلاش بيدوله حرمشة جميلة رغم تسويته وطريانه من جوه. بعد كده دخلتها البوتاجاز على الرف اللي فوق الصينية اللي تحت، وعلى درجة حرارة 180. خدت معايا حوالي من 40 دقيقة أو أقل، وطلعتها سقيتها بالشربات اللي انتوا شايفينه ده، شكلها جميل وروعة. وبعد ما سقيتها سبتها على جنب تهدى كده، ورحت جاية نعمل الوصفة التانية بتاعتها اللي هي الفينش بقى. اسقها بالشربات براحتك، خلاها تاخد شربتها كده براحتها. طبعا انا عامله مقياس السكر قد الميه علشان ما يبقاش معسل قوي، علشان تاخد راحتها، علشان برضو الحلويات اللي هنحطها فوق. انا عندي لتر لبن او لتر وربع لبن، حطيت عليه 4 معالق نشا مع نص كوبايه ميه، ورحت مقلباهم. واول ما جت اللبن بيغلي رحت نازله عليه، حطيت 4 ونص، رحت جايه نازله عليه بالنشا. حطيت معلقتين كريم شانتيه يا جماعه، او معلقه كبيره. المعلقه اللي معايا ديت بتاخد حوالي معلقتين، فحطيت معلقه ونص. ده كريم شانتيه. ورحت جايه مقلباه وحاطه، وطبعا اللبن بسكره، سكر خفيف يا جماعه، ما تزودوش السكر علشان ما يبقاش الصينيه بحلاوه السكر وحلاوه الشربات ما تبقاش زايده ولا تصد اللي بياكل.
رحت جاية نازلة عليهم بالنشا زي ما انتوا شايفين كده بالتدريج مع التقليب لغاية ما ادتني القوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام ده كده لما اهوت تقل معانا وباين ان هو تقيل. بعد كده بنحط له فانيليا. انا حطيت حبة فانيليا مع اخر حبة نشا اهمت، ما استحملش حاجة والحمد لله طلعت كويسة. ونروح جايين فردينها على الصينية بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. شوفوا الجلاش شكله جميل ازاي. هنفردها بقى كده ونديها الفينش بتاعها. انا حطيت شوكولات شيبس زي ما انتوا شايفين ذهبي كده. عايزه تجملي انت بشوكولات شيبس شوكولاته عادي، عايزه تجملي بفاكهه برضو عادي، بس انا سالت الاولاد قالوا حط لنا شوكولات شيبس. جميله جدا جدا ووفرت معايا. وطبعا الكميه ديت ادتني حوالي 36 قطعه، يعني موفره في البيت بتوفر. ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش الشير واللايك وتزوروا القناة وتدوسوا الجرس علشان يوصلكم كل حاجات جميلة انا بعملها. يا ريت يعجبكم عمايلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.